لو عايز تتكلم بولندي من أول يوم بطلاقة من غير ما تحفظ، فتصريف الأفعال في زمن المضارع في اللغة البولندية هو المفتاح اللي هيوصلك لهدفك. في الفيديو ده هنتعلم إن شاء الله تصريف الأفعال في زمن المضارع بطريقة سهلة بسيطة علشان توصل لهدفك من غير لا حفظ ولا تعيد. أنا سام أبو الوفا وده كورس بولندي أونلاين. الفيديو ده مبني على فيديو الضماير والفرق ما بينهم. كده هو موجود على القناة وموجود على كورس بولندي أونلاين، وهسيب لك اللينك بتاعه أسفل الفيديو. النهارده احنا بنتكلم على تصريف الافعال. في ناس بتقسم الافعال في زمن المضارع في اللغه البولنديه ل6 مجاميع، ولكن لو ركزنا هنلاقي ان تصاريف الافعال مبنيه على تصريف الفعل يا مع يا، ضمير يا انا وضمير تي، والباقي كله مبني عليهم. وبناء عليه ممكن نقسم المجاميع كلها او الافعال كلها لمجموعتين بس بدل 6. طب ازاي؟ واحده واحده. احنا النهارده هنتكلم على يا فقط علشان ما نعقدش الدنيا. يا انا هو مبني عليه اني انا. مش فاهم؟ احنا كنا خدنا قبل كده فعل بيتش وميتش، يكون ويمتلك. هنلاقي الاثنين يا يستم اخرها ام، يا مام اخرها ام برضو. ففي افعال، في مجموعه من الافعال بنحط لها ام في الاخر، بنشيل حرف التشي السي اللي عليها شرطه ونحط مكانها حرف الام، وبيبقى في تغير بسيط يعني ممكن نتجاهله علشان ما نعقدش الدنيا على نفسنا. مثلا على سبيل المثال grać, gram, śpiewać, śpiewam, mieszkać, mieszkam, oglądać, oglądam, kochać, kocham, słuchać, słucham, sprzątać, sprzątam, czytać, czytam. وفي أفعال تانية بنشيل التشي السي اللي عليها شرطة وبنحط مكانها حرف الأو، وبتتنطق في الآخر حرف إيه عادي. مثال pracować, pracuję, lubić, lubię, robić, robię, potrzebować, potrzebuję, mówić, mówię, kończyć, kończę, pisać. الفعل بيتغير شوية يبقى piszę, chcieć, chcę, chcieć, chcę, myśleć, myślę، وهكذا. نفس مجموعة الأفعال ديت بنفس طريقة التقسيم ديت بنحطها مع أوني وأنا. فالفعل اللي بنحط له ام هنشيل الام ونحط يوم. مثال czytać, czytam, czytają، أوني czytają، لازم نحدد أوني عشان في أوني وفي أنا. czytać, czytam, czytają، أوني czytają. sprzątać, sprzątam، oni sprzątają. Słuchać, słucham, oni słuchają. Śpiewać, śpiewam, oni śpiewają. Kochać, kocham، oni kochają. ولو الفعل اتغير لحرف الزد هتبقى صعبة جدا ان احنا نقول زياو، دي هتبقى صعبة جدا، فبنحط او على طول. زي مثلا jeść, jem, jedzą، oni jedzą. wiedzieć، wiem، oni wiedzą، وهكذا. وعندنا مجموعة أفعال تانية اللي كنا بنصرفها بنشيل التشي ونحط اون، هنشيل الاون ونحط اون. زي مثلا روبيتش، روبيه، oni lubią. lubić، lubię، oni lubią. chcieć، chcę، oni chcą. pisać، piszę، oni piszą. myśleć، myślę، oni myślą. سهلة بسيطة. تعال نأكد على الفعل. أنا هقول الفعل وأصرفه مع يا، ودورك أنت تصرفه مع oni. فمثلا słuchać، słucham، oni słuchają. مثال تاني kochać، kocham، oni kochają. pracować، pracuję، oni pracują. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على تصريف الافعال في زمن المضارع ولكن مع تي وبناء عليها بقيه الضمائر. وبكده نكون خلصنا اول درس واهم واصعب درس في اللغه البولنديه في المستوى الاول ايضا. هيبقى لنا درس واحد فقط مبني على الدرس ده اللي هو تصريف الافعال في زمن المضارع، الا وهو الهوايات والروتين اليومي. وبكده نكون خلصنا ايضا.
وفضل لنا مستوى واحد ادفا، وان شاء الله باذن الله نوصل لهدفنا ونبدا نستعد للشغل وتحقيق الهدف بتاعنا. زي ما بنقول كل مره، الصنعه عايزه نفس طويل، واللي يعمل بايده يغلب سيده، وفي بولندا بيقولوا praktyka czyni mistrza. 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 Praktyka naprawdę czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza.